عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت معاكم كالعادة بفيديو جديد وبنة جديدة، واليوم باش نحضروا واحد من أبن الحلويات التونسية والمشتهية، واللي هو اللبناز. ينفع للسهريات اللي مازالوا متاع سيدي رمضان ولا للعيد زادة. باش نعطيكم أسرار النجاح متاعو الكل وكيفاش يجيكم اللبناز متاعكم مهشوش ويذوب ذوبان في الفم. يلا نمشيو مع بعضنا ونشوفوا كيفاش نحضروه. ومكونات اللبناز متاعنا باش يكونوا 250 غرام بسكوي مرحي، 200 غرام فرينة، 200 غرام بفريوة تكون مرحية، و200 غرام زبدة ذايبة. الزبدة راهو نوزنوها من بعد من ذوبوها على خاطر تنجم يتبخر منها شوية وهي قاعدة تذوب. باش نحط توا المكونات متاعنا الكل. هذه 200 غرام بسكوي المرحي اللي قلت لكم عليه، تستعملوا اي نوع انتم تحبوا عليه. انا استعملت بسكوي بالزبده، يا حقيقه نحسو ياسر يبنن الغوسيت متاعنا. هذوما 200 غرام البودر متاع البوفري وراني حمرتها وريحتها تكون بودر ما تكونش مهروشه. باش نضيف عليها زيادة 200 غرام فرينة، وماذا بكم تغربلوها قبل ما تستعملوها. ونتعداو توا نخلطوا المكونات الجافة الكل مع بعضها. وهوني رانا ما نستحقوش باش نحطوا سكر، تعرفوا من بعد علاش. هاوكا جوست البسكوي فيه شويه حلاوه اكهو، ومن بعد تنضيفوا مكون واحد اخر هو اللي باش يعطي الحلاوه للغوسيت نتاعنا. واخر حاجه توا باش نحطوها هي الزبده. نضيفوا كميه كبيره ونخليه شويه باش نشوفوا بالك شي الفارينه نتاعنا تكون ما تشربش. وباش نخلط توا المكونات هذوكم مع الزبده هذيك حتى الوين تتلم معنا. كان حسيتوها ناقصه توليو تكملوا تضيفوا باقي الكميه متاع الزبده. انا الحقيقه ديما نستعمل 200 غرام الكاملين متاع الزبده، خاطر انا ديما نحاول نستعمل نفس النوع متاع الفرينه اللي هو مساعدني في الحلويات الكل. وكما تراو حسيتها ناقصه باش نكمل نضيف باقي الكميه متاع الزبده. ماذا بيكم زاد ذوبوها اخر دقيقه وقت اللي باش تستعملوها، باش هكاك تعاونكم في انكم تلموا المكونات الجافه متاعكم. انا هوني من الاول استعملت المغرفه باش نخلط كل شيء من بعضه، اما من بعد راني باش نتعدى لم كل شيء بيدي كما قاعدين تراو هكا، على خاطر لازم المكونات هذيك الكل تتلم مع بعضها وتتمسك بالشكل هذايا ونعرفوها سي بون حاضره باش نخدموا بها. وقت اللي ناخذوا طريف منها هكا نلموها ما بين يدينا وما عادش يتفترش هكا، نعرفوا اللي احنا وصلنا للقوام اللي حشنا بيه. وباش نتعدى توا نلمهم الكل ما بين يدي ونحاول نكعبرهم ولا نعملهم بودا الكل مع بعضهم. وباش نحط لها بابي سيلوفان كيما تراو هكا نلفها بيه، وباش نحطها في الفريجيدير لمدة 10 دقائق حتى لوين الزبدة هذيك تتمسك وتعاوننا من بعد على الخدمة. ونتعداو توا باش نحضروا الشحور متاع اللبناز متاعنا. باش نسحقوا 200 غرام سكر، 100 مليلتر ماء، وعصير متاع اشتر كعبة قارص تجي تقريبا مغرفة ولا مغرفة ونص. حطيت كمية سكر كيما تراو هكا باش نصب عليها كمية الماء من غير ما نحرك من غير ما نعمل حتى شيء. وباش نضيف عليها الكمية متاع القارص. وملاحظة حبيت نقولها لكم، وقت اللي نصبوا الماء نحاولوا نخليوه يغم السكر هذاك الكل، يعني نصبوه مفرق ما نصبوش في جهة بركة. وباش نضيف توا كمية القارص اللي قلت لكم تقريبا مغرفة ولا مغرفة ونص. وباش نهز الكاسرونة متاعي ونتعدى نحطها على نار تكون متوسطة. وقت اللي نحسها صايب بدات تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. راهي هكاك الشحور متاعنا يكون بارفي، وهذاك كيفاش لازم يكون. ما يستحقش انه يغلي برشا على خاطر باش يعقد معانا، واحنا مانيش باش نستحقوا الشحور يكون عاقد برشا. وباش نتعداو توا التشكيل اللبناز متاعنا، جبت القيس وحطيته من جهه اللي ما تكونش غارقه برشا، اللي الارتفاع متاعها 1 سنتي يعني 10 مليمتر. وجبت العجينه متاعي متاع اللبناز، قسمتها على زوز. يمكن خذيت الثلثين متاعها كيما تراو. فرشت ساشيه ليمونتيغ على القياس. الساشيه راهي مهمه تعاوننا على الخدمه باش الباط متاعنا ما تشدش في القيس، اي سورتو باش ما نمسخوهوش. اما راهو كان عندكم نجموا تحاولوا تحلوا اللبناز نتاعكم على البلان دو طرافاي ولا على الرخامه، راهي تتحلوا ما فما حتى مشكل. فرشوا بابي كويسون ولا ساشي اليمونتير وتستعملوها عادي، ولا كان عندكم اي طبق تنجموا تستعملوه يعاونكم. المهم تكون الحرف نتاعو عالي شويه وتستعملوه وتحلوا به.
وكما تراو توا وزعت العجينه نتاع الليبانيز نتاعي على الكبر نتاع القياس. حاولت نستويها شويه بيدي، من بعد حطيت ساشي ليمونتير واحده اخرى وقعدت نستوي فيها ونعدي عليها في القلقال باش تعطيني طبقه مستويه من الفوق. وقت اللي نحسها اعطتني طبقه ملسه ومزيانه، نجي نحي الساشي ليمونتير هذيا اللي من الفوق. حبيت زيدا نهز القياس ونوريكم النتيجه من قريب كيفاش لازم تكون طبقه ملسه كيما قلت لكم. كان فما شويه زيت كيما هكا نحاولوا نحيوه ولو انه راهو ما يضرش. من بعد باش نشكلوا الكعيبات نتاعنا بالمول اللي نستحقوها، باش نغطيها توا بساشي اليمونتير وباش ندخلها للفريجيدير 10 دقائق على خاطر الزبده هذيك سايحه. باش نخليها حتى لوين تتكبس باش تعاوني في انها تتشكل ويجيوني الكعيبات نتاعها مزيانين ومرطوبين. ومن بعد ما تعداو 10 دقائق خرجتها من الفريجيدير. كان قاعدين تراو هيك عملت الكخوت هذوكم باش نعدي عليها يدي جوست ما يتنحاو. وتشققات هذوكم راهم جوست بمفعول الساشي اللي كنا حاطينها، ما همش في العجينه ديريكتومون. وبالنسبه للقالب اللي باش نشكلوا به الليبانيز نتاعنا، هو القالب الهلال هذايا واللي هو متعارف عليه، اللي هو يعملوا به الليبانيز ويكون الشكل نتاعو كما قلت لكم هلال. اما انتم لو كان ما عندكمش نجموا تستعملوا اي هلال يكون متوفر عندكم، ولا تنجموا تستعملوا امبورت بيس تكون مدوره تشكلوا دائره، ومن بعد ما الدائره هذيك تعاودوا تشكلوا الهلال. نتصور راكم تعرفوها الطريقه، وكان ما تعرفوهاش قولوا لي وتنوريه لكم المره الجايه ان شاء الله. وهاكم ريتو بالسهل نشكل الكعيبات نتاعي على خاطر وقت اللي دخلتهم للفريجيدير عادت شدت روحها شويه، وهكاك تسهل عليا عمليه التشكيل نتاعها. ننزل بسياسه كيما تراو، وهكاك نهز الكعيبه نتاعي بالمول ديريكتومون ولا بالقالب ديريكتومون وتتهز معايا فاسيلمون كيما قلت لكم. ننزل عليها شويه هكا من الفوق بيدي وتخرج معايا الكعيبه نتاعنا مزيانه ومرطوبه من غير ما نستحقوا نقعدوا نخرجوها على جنب. كيما تعرفوا وقت اللي تبدا العجينه ما هيش شاده روحها توليو لازمكم تخرجوها من القياس وتقعدوا تبد بعضوا فيها كالديشي هذاك باش نجموا تخرجوا الكعيبه نتاعكم. وبنفس الطريقة باش نقعد نشكل الكعيبات نتاعي. كان فما زيتها وكان نحيه ننزل عليها بسياسة وتتنحى، نكمل نشكل الكعيبات نتاعي الكل ومن بعد نوريكم شنو باش نعمل لهم. وهذوما توا الكعيبات نتاعي لولانيين اللي شكلتهم حطيتهم في طبايق فوقهم بابي كويسون، وباش ندخل نطيبهم في فور يكون مسخن من قبل على 150 درجة لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة. وهذوما الكعبات نتاعنا من بعد ما حضروا وهذاك شكلهم كيفاش لازم يكون، يجيو شادين رواحهم ويحمروا شويه من اللوطه من غير ما ياخذوا حتى لون من الفوق. حبيت نوريكم الشكل نتاعهم من قريب كيفاش يكون. هيك الكعبه تجي غامقه شويه، اما من اللوطه تجي اغمق وتكون طايبه بالباهي. وهذا الشحور نتاعنا القوام نتاعو كيفاش لازم يكون، ما لازمش يكون عاقد برشا باش هكاكا من بعد يتسقط لنا بالباهي من الكعيبات نتاعنا وما يشدش برشا زاده فاكهه. عندي هوني بوفري وبودر وبيستاش بودر زاده، تنجموا تستعملوا المهروش كان تحبوا. وباش ناخذ توا بالكعيبه نحطها في وسط الشحور، نقلبها هكا من جهتين ومن بعد نسقطرها بالباهي مشحور باش ما تقعد شاده برشا شحور هكاك تشد لنا برشا فاكهه ويجي منظرها مش مزيان وماهوش مرطوب. كما قاعدين تراو نحاول نفضها هكا شويه ونخليها تتسقطر من الشحور لاخر قطره. وقت اللي معاش تحسوها تهبط في الشحور نجمو زاده نعديو الفرشيطه نتاعنا على جنب نتاع الماعون اللي فيه شحور باش تتسقطر بالباهي، وهكاكا نضمنوا اللي هي ما عادش مليانه برشا. ونتعداو توا نحطوها في البودر نتاعنا كيك سوا بوفري ولا نوازيت اللي فوها بالباهي. انا هوني نستعمل المغرفه باش الشحور هذيك ما يشدليش في يدي، ومن بعد يبلبز لي الكعيبات نتاعي. وقاعده كيما تراو نهز في البودر نتاع البوفريوه ونحطها فوق الكعيبه نتاعي حتى لين تتلف بالباهي. من بعد نجيبوا فرشيطه واحده اخرى تكون نظيفه ونهزوا بها الكعيبه نتاعنا، وهذا الشكل نتاعها كيفاش نتحصلوا عليه. تجي مزيانه ومرطوبه كيما قلت لكم. نجموا تستعملوا زاده البوفريوه كونكاسي ولا البيستاش كونكاسي، اما انا الحقيقه نحسها بالبودر تجي اشب وافين. وباش نعاود نوريكم كعيبه اخرى باش نستعمل المره هذه البيستاش. نهز الكعيبه نتاعي نحطها في الشحور كيما تراو، نلفها من جهتين في الشحور هذاك، ومن بعد باش نسقطرها بالباهي حتى لين يولي ما عادش فيها حتى قطره نتاع شحور.
نقصد ما فيهاش حتى قدرة، يعني ما فماش شحور يكون سايل، جوست الكعيبة تكون ملفوفة وهذا مش شحور كونتيتي صغيرة. حاجة أخرى حبيت نقولها لكم، كان حسيتوا الشحور متاعكم ولا خاطر أكثر من اللي وريته لكم هنا، ما غير ما تستعملوه راهو من بعد الكعيبة متاعكم باش تولي هشوشة برشا وتنجم تتفتفت معاكم. تفصيل مهم اخر نحب نقوله لكم، الشحور هوني راهو بارد والكعيبات متاعي زاده خليتهم حتى الوين بردوا كومبليتمون باش هكاكا ما يتفتفتوش معايا لو كان الشحور يبدا سخون ولا كان هما زاده يكونوا سخونين. لازم الكعيبات متاعنا يكونوا باردين وزاده الشحور متاعنا يكون بارد كومبليتمون، وقتها نبداو نزينوا في الكعيبات متاعنا. وهذه الكعيبه متاعنا اللي لفيتها بالبيستاش بنفس الطريقه اللي لفينا بها الكعيبه بالبوفريوه، وهكا الشكل متاعها اللي نتحصلوا عليه. انا الحقيقه يعجبوني في الزوز سواء بالبوفري ولا بالبيستاش. نكمل الكعبات متاعي الكل ونوريكم شكلهم النهائي. وهذو مكعبات اللي بناز متاعنا من بعد محضر، وشوفوا لي ما شاء الله هكا تزين والرتبه اللي تجي فيهم. والبنه راني ما نحكي لكم نودكم ولا نشهيكم، جربوا روسات واكيد ماكمش باش تندموا. وصفه تنجموا تزينوا بها طيولتكم في السهرات ولا اللمات ولا حتى في العيد، وراهم جينيرالمون يتقدموا معدي. معلومه نعرفها وحبيت نضيفها لكم. وهكا نكون وصلنا مع بعضنا لاخر الفيديو، ان شاء الله الروسات تكون عجبتكم اي سورتو تكونوا استفدتوا. وانا توا مبقى لي كان باش نقول لكم نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي وبسلامه.